مدرب المنتخب السنغالي، والله لو صاحب قرار وأملك القرار في الاتحاد الأفريقي أصدر عليك العقوبات الصارمة والقوية. حرضت الجمهور للنزول إلى أرضية الملعب، كسرت اللوحات الإعلانية يا الجمهور السنغالي أثناء المباراة مثل الطيش والتهور. مشجع السنغالي مع احترامي وتقديري أنا ما أقلل منهم ولا أتكلم في أشياء ثانية، لا 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 ما أقلل منهم، ولكن تم تكسير اللوحات أثناء المباراة. المباراة شغالة والمشجع السنغالي يضرب اللوحات الإلكترونية وكسرها، والسبب المدرب هذا اللي خذ الشهادات التدريبية من المغرب. يا المغاربة تكرمون الأشخاص وتعطون الأشخاص وهم لا يستحقون بالأساس. تعذرني، تفضل. أنا آسف. تفضل. المغرب بلد كريمة، نعم، والشعب مضياف، ويعطون هذا وبيعطون غيره وسيستمرون في ذلك. نعم صحيح، برافو عليك. المغرب لن تتوقف عن دعم كل من يحتاج إلى مساعدته وستقف معه. نعم. وأول مهنئين للمنتخب السنغالي لاعبين المنتخب المغربي والجهاز الفني والإداري للمنتخب المغربي ومن ثم الاتحاد المغربي. اليوم فوز المنتخب، بس على اساس نحن نكون حقانيين اخوي عبد الله، المنتخب المغربي ما كان سيء في المباراة، ولكن الضغوط اللي مورست اللي صحيح. كانت عليه ما كانت طبيعية. المنتخب السنغالي من أفضل فرق البطولة، خذ اللقب، يملك جودة لاعبين على أعلى مستوى. اليوم هم الفريقين، طيب أكيد، أو حتى القائمة اليوم تنصفهم 3 منتخبات هم الأفضل صحيح. في البطولة أكيد. هذه المغرب، نعم، والسنغال البطلة، ونيجيريا. طيب. والدليل تواجد التشكيل الأفضل من ضمن هاي ال3 منتخبات.